تعالى يا ابن الرفض وخليك معاني. اهو كسبت الصحابة وما خسرتش اهل البيت، يعني عصفورين بحجر واحد. ماشي يا عم هريدي، بس انا عندي سؤال صغنن كده عاوز اساله لك. اسأل يا ابن الرفضي، ممكن ربنا ينفخ بصورتك تبطل اللي عندي دي. طب انا لو نسيت اقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد في الصلاه، صلاتي هتبقى ايه؟ دي فيها كلام، بطلة طبعا. ده الصلاة على النبي وآل بيته ركن أساسي في الصلاة. خلاص فوتك بعافية. لا ثواني هريدي، انا عندي سؤال تاني كده على جنب. قولوا خلصني. طب لو انا في الصلاه طلع مني ريح، اقدر اكمل عادي ولا؟ أنت بتهزر؟ لا طبعا صلاتك بطلي. طب سؤال تاني، ينفع اذكر الصحابه في الصلاه، مثلا اقول اسم ابو بكر ولا عمر؟ لا طبعا مش وقت الكلام دي، الصلاة لله مش لحد تاني، ما ينفعش تقول اسم أي حد غير النبي وآل بيته وبس. طب انت فهمني بقى، لو انا جبت سيره ابو بكر وعمر في الصلاه تبقى صلاتي باطله، ولو طلع مني ريح تبقى صلاتي باطله، يبقى اللي تسميهم صحابه عاملين زي مبطلات الوضوء، وجودهم في الصلاه يبوظها. مش الدنيا بقت ساعة يا ابن الرفضي؟ يا عالم ياهو، حد ياخدني من هنا، مش قادر اخد نفسي. ابن الرفضي دي جاب لي كرشة نفس، ولا اقول لكم ما تجوش انا اللي هختفي. يا هريم، مش كنت عايز اكسب في اللي تسميهم صحابه؟ ده انت اختفيت اسرع من المرتب في اول الشهر، الله يخرب بيتك. روح شوف شغلي احسن.